بتبدأ قصتنا ببنت اسمها إيريس، وبتكون ساقطة في الماء لأنها بتحاول تنقذ صاحبتها من الغرق صديقتها جيسي. وساعتها بتفوق وبتطمن إن جيسي كويسة. ده بيكون دار هيلس للأيتام بدعم من المزار. وساعتها المعلمة قالت لها من الجيد أن يكون لديك قلب لإنقاذ صديق سقط في الماء، لكن عليك برضو أن تفكري في نفسك يا إيريس. فردت إيريس وقالت لها شكرا لك يا معلمة هيلي، سوف أكون حذرة المرة القادمة. إيريس نشأت هنا، تمتلك الشعر الذهبي والعينان الزرقاء مثل الملاك. مجرد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، تحب اللعب مع أصدقائها. تلك كانت القصة قبل أن تقفز في الماء لإنقاذ جيسي. لما كانت في الماء حست وتذكرت كل حاجة في هذه الرواية ماتت جميع الشخصيات على يد الشخصية الرئيسية، ومن الواضح ان إيريس كانت بين هؤلاء الأموات. والشخصيات الرئيسية في هذه الرواية والتي تؤدي أيضا دور العدو هو صبي ذو شعر أسود معروف انه يرمز إلى الشيطان وعيون حمراء كالدم، اسمه سيو في الرواية. قبل ما قام سيو بالتخلص من الجميع في دار الأيتام بطريقة مأساوية قبل أن يبلغ سن الرشد، وأطلق عليه اسم الشيطان. هذا غير عادل. كنت عايشة دون أن أعرف عن سيو طول حياتي، لكن كان علي أني أشارك نفس مصير الموت فقط لأنني كنت جزء من نفس دار الأيتام. كانت الجريمة الأولى اللي ارتكبها سيو مرتبطة بدار الأيتام. كل شيء يجب أن يكون له سبب. انطلاقا من سماته المميزة، لابد أن التميز اللي تلقاه الشاب سيو قد ألحق به الأذى، ربما إنه كان يتلقى النوع ده من العلاج باستمرار، فلا بد أيضا من حرمانه من الإحساس بالأمان والثقة في الناس بأي حال من الأحوال. قد تكون اللحظة دي هي الأخيرة لوقف المستقبل من الاندفاع. سيو هذا الشقي لماذا يصعب مقابلته؟ احنا بالتأكيد عايشين في نفس دار الأيتام، فازاي مش واخدة بالي منه طول الفترة دي؟ وبتفضل تدور عليه، وساعتها بتلاقيه وبتقوله مرحبا اسمي إيريس. وساعتها قال لها امشي من هنا قبل أن أتخلص منك. وبتفضل تحاول إنها تقرب منه، وبترمي الكرة لهناك وقالت له تعال العب معايا كورة. وساعتها مسك الكورة وقطعها بطريقة شرسة، وقالت في بالها فعلا الأمر مش سهل للدرجة دي، ده مخيف جدا. وساعتها قال لها انا لست مشهدا عشان تفضلي تبصي عليا كده، وامشي من هنا قبل ما اخلص عليكي. وفجأة بيسمعوا صوت وبيقولوا اوه ما هذا هو المكان المستخبي فيه الطفل الشيطان. وبيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا احنا وجدنا صعوبة في البحث عنك. وبتكون إيريس مستخبية، ورد عليهم سيو وقال لهم امشوا من هنا قبل ما امزق كل الوجوه المزعجة دي. وساعتها ردوا عليه مين اللي هيخاف من الكلمات دي ايها الشيطان القذر؟ شيطان زيك لازم يختفي، انت شرير مقرف. وبتقول إيريس في نفسها انهم بيسوقوا ليه وهو ما عملش اي حاجة ليهم. سيو لم يفعل اي شيء، ده مجرد طفل صغير، وانا مثل اي شخص اخر شعرت بالخوف منه دون سبب طول الوقت ده كنت بفكر فيه كوحش. إذن ايه الفرق بيني وبينهم؟ لهذا السبب دعونا لا نحاول تغيير سيو ولكن تغيير نفسي أولا. أنا الآن أغير هدفي من البقاء على قيد الحياة في المستقبل إلى مواجهة سيو في الحاضر. وساعتها طلعت إيريس عشان تواجه ويليام وأصدقائه، وقالت يا ويليام، فقال لها إيريس انت بتعملي ايه هنا؟ فردت وقالت هؤلاء الحمقى الجبناء ما تقدرش
تقول كلمة تاني أمام الحمقى، لكنك بتسيء إلى سيو لفظيا. وساعتها قال لها ويليام: إيريس، انت تعرفي مين ده؟ وبيشاور عليه. وساعتها إيريس مسكت صباعه وقالت له: انت بتشاور على ايه؟ انا اعرف سيو انه صديقي الأقرب، ولو واجهت صباعك على سيو مرة تانية أو قمت بالتنمر عليه مش هيحصل طيب. واستغرب ويليام وبيقول: إيريس أصبحت غريبة، كل ده بسبب الشرير ده. وساعتها قالت لسيو: أنا أسفة لأني ما شفتكش على طبيعتك أبدا، وأنا أسفة كمان لأني شعرت بالخوف منك، وأتمنى أن أكون صديقة معك. فقال لها: الشيء الذي قلتيه عن الشعور بالخوف كان صح، عشان كده امشي من وجهي قبل أن أسحب كل شعرك. وساعتها قالت إيريس: كان من المفترض أن تكون اللحظة دي المناسبة لنصبح أصدقاء، ولكن مش هستسلم أبدا وهحاول تاني. وبتفضل تقرأ بصوت عالي جنبه وبتقوله: أنا أسفة لكني بحب أقرأ كده. فقال لها: امشي من وجهي. وبتفضل تنكش فيه عشان يكلمها لكن مش بيعبرها. وبتسأل نفسها إيريس ازاي سيو وجد المكان ده. وساعتها جالها وقال لها: عشان اضطريت إلى الاختباء. فقالت في نفسها: أنا لازم أرد بطريقة هادية عشان ما يسيبنيش ويمشي. وساعتها قالت له: واو مذهل، ده المكان المثالي للاختباء، انت موهوب جدا. فقال لها ان الاشخاص اللي ما عندهمش سبب للاختباء لن يبحثوا عن هذا المكان. وساعتها بتبص لعينيه وبتقوله: ولكن اعتقدت انه امر مثير للسخرية، انه مجرد لون، صح؟ ده مجرد معايير وضعها الناس لأنفسهم، ولا يمكن تطبيقه للتعرف على هوية الأشخاص الآخرين، لأنه أنت وحدك من يستطيع أن يكرر من أنت في الواقع. الناس شايفة أن معايير الشكل زي سيو يبقى شيطان لأن عيونه لونها أحمر، فسيو مش متأكد من نفسه. فقالت له: حتى لو قالوا لك إنك شيطان لا تفعل ذلك بنفسك، لا يمكنك أن تهتز. وفجأة بيسمعوا صوت وبيكون ويليام وأصدقائه جم تاني عشان يكسروا المخبأ بتاع سيو. وفجأة لسه الخشب هيقع على إيريس، لكن أنقذها سيو في آخر لحظة. فقالت إيريس: سيو انت كويس؟ فقال لها: انا كويس. فقالت له: اسفة لو كان بيؤلمك. فقال لها: مفيش ألم. وساعتها بتيجي مديرة المدرسة وساعتها بتعاقبهم كلهم في المكتب الرئيسي. وقالت إيريس ان ده غير عادل، اللي تسبب في الحادث ده هو ويليام وأصدقائه، ولكن ليه أنا وسيو بنتلقى العقوبة معاهم؟ فقالت: عشان كلكم كنتم في المبنى المحظور الخطير ده، وهو ده السبب اني بعاقبكم. وساعتها ما اهتمتش المديرة بالجزء الخاص بالتنمر، وقالت إيريس ان ويليام كان اول ما اقترب لسيو الاول. وساعتها قالت المديرة: إيريس كنت دايما علاقتك حلوة مع اصدقائك، انت ليه اسأت التصرف المرة دي؟ فردت إيريس: انا شايفة اللي عملته صح طبقا للمعايير. فقالت لها المديرة: إيريس هل اكتشف سيو أي نقاط ضعف لك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك لماذا تتوافقي مع هذا النوع من الأطفال وما تتعامليش معاهم؟ فقالت إيريس في بالها: يا إلهي من الكلام ده، ماذا لو سمع سيو الكلام ده؟ إيريس يجب أن تمنعي إنك تشوف الطفل عديم الأخلاق ده. وساعتها قالت لها: لا ينبغي على مديرة مدرسة أن تتكلم بالطريقة دي على طفل. هل مديرة المدرسة مش بالغة؟ والأطفال دول برضو عملوا أشياء خاطئة، ولكن كونك شخص كبير وبالغ لا ينبغي لمديرة مدرسة أن تؤذي الطفل ده دون تفكير. من فضلك لا تنسي ان سيو حمى حياتي اليوم. وساعتها راحت إيريس مكتب الصحة ونادت على المعلمة هيلي وطلبت منها مجموعة من الإسعافات الأولية لصديق مصاب.
وقالت من فضلك اديني بعض المطهرات والضمادات، وفضلت تدور. وساعتها شكرت المعلمة هيلي وفضلت تدور على سيو لحد ما لقيته في التل الخلف في الدار، وقالت في بالها يا ترى هو عامل ايه من الألم اللي في جسمه ده، غير سماعه للكلمات المعلمة المؤذي. ليه الناس يائسون جدا لإيذاء سيو وليه الدم على الأرض؟ وساعتها شافت دموع سيو وهو يبكي، وساعتها قالت له انت سألتني انت ازاي متأكدة من المعايير دي من الناس؟ انا ما يهمنيش حد، انا فقط اؤمن بك يا سيو. فقال لها سيو ولكن لو بقيتي معايا هتفضلي تتأذي تماما زي ما حصل في المستودع المهجور، واللعنة هتتبعك. فقالت له سيو انت بتعتقد برضو انك شيطان؟ هل انت شيطان؟ فبيتعصب وهدي وقال لها انا لست شيطان. فقالت له اهدى انا اثق بك أعدك. وساعتها حضنته وقالت له أعدك حتى لو وصفك الجميع بالشيطان فسوف أثق بك. وفضلت تعالج في جروحه وقالت له لازم نرجع عشان نوري الجرح للسيدة هيلي. وساعتها مدت ايديها ليه ومسك ايديها وقال لها شكرا. فبتستغرب إيريس وقالت له سمعتك بتقول شكرا، نحن أصدقاء صح؟ فقال لها مين هيكون صديقي؟ وبتفضل تنكش فيه وبنروح للسيدة هيلي وبتقول ده ساخن إلى حد ما، يبدو إنه كان جرح عميق لكنه شفي منه في وقت قصير. وبتستغرب إيريس وبتقول تم شفائه. فقالت السيدة هيلي يبدو إن سيو يتمتع بقدرة تعافي كبيرة الآن، لا داعي للقلق. فقالت له إيريس ده كله بفضلي اشكرني. فقال لها ها على الأقل قولي حاجة منطقية الأول. وبنروح لمكان الطعام وبيتكلموا الأطفال وبيقولوا هو ليه إيريس مصاحبة فتى زي ده، وبيقولوا إن لديه دم الشيطان، وبيكون سيو مش متعود ياكل في الزحمة دي. فقالت إيريس تجاهل الناس يا سيو. وساعتها بتروح تجيب باقي الطعام وهي راجعة سمعت ان الفتيات ملمومة بره وبيقول شخص ما يدعو الاستاذ في الخارج مع الصبي الشيطان. وفجأة بتتصدم إيريس وبتطلع عشان تشوف، وبتشوف سيو مع فتى وبيقوله هل تريد ان تموت؟ وبتجري إيريس عليه وبتقوله سيو لا ما تعملش كده. فقال لها ده قال. وساعتها خدته وراحت لبعيد وقالت له انت عملت كده مع الولد ده ليه؟ فقال لها هذا الغليظ كان بيتكلم عليكي وحش وكلام غلط. وساعتها اتصدمت إيريس وقالت في بالها بجد يعني عمل كل ده عشاني؟ وساعتها قالت له انت قلت كتير ان احنا مش اصدقاء لكن انت بتقلق عليا. وساعتها قال لها انت ليه بتبصلي كده؟ وساعتها حضنته وقالت له شكرا ليك يا سيو، انت عملت كل ده لحمايتي، انا كنت غبية لاني ما كنتش اعرف كل ده. وساعتها قال لها بطلي كلام غريب وابقي بعيدة عني، انت دايما تعانقيني. فقالت في بالها من كتر انبساطي حضنته. فقالت له سيو شكرا لي على حمايتي، ولكن ماذا لو توقفت عن معاملة الأطفال بقسوة؟ أنا بالتأكيد بقولك كده مش عشان انت سيء، لأني أعلم إن لدي سببا للقيام بذلك، ولكن دلوقتي أنا خلاص جنبك. فقال لها سيو انت عايزاني ابقى جيد؟ فقالت له لا، انت بالفعل ولد جيد، اتمنى فقط ألا يسيء فهمك بعد الآن، وأأمل ألا تتآذى بسبب سوء الفهم. فقال لها حسنا. وساعتها انبسطت جدا إيريس وقالت له لقد أصبحت شخصا لا يفكر حتى في الشيطان. وساعتها لأول مرة سيو يبتسم وقالت له مهلا أنت تبتسم. وساعتها قالت لازم أغير من سيو، أسلوب شعره بيخليه أكتر رعبا. فقالت له سيو بتثق فيا؟ فقال لها ايوه. فقالت له اتبعني. وساعتها راحت عشان تحلق. فقال لها انت بتعملي ايه؟ فقالت له لو قمت بقص شعرك الطويل ده ملامحك هتبان اكتر، وساعتها هتحس
بالراحة لأن شعرك لن يصل إلى عينيك. وساعتها قال لها انت جربت تحلقي قبل كده لحد؟ وساعتها خاف وجري ومسكته إيريس وقالت له انت مش قلت بتثق فيا يبقى تثق فيا. وساعتها قصت شعر سيو وبقى شكله وسيم جدا. وساعتها اتصدمت إيريس من شكله وقالت له لازم تبص على شكلك. وبيمسك سيو المراية وبيبص على نفسه وفضل سرح شوية. فمسكت إيريس المراية وقالت له عايزة اقولك على حاجة يا سيو، انا بحب شعرك الاسود مثل سماء الليل، وبحب برضو عينك الحمراء اللي شبه الجواهر. انا بجد بحب مظهرك يا سيو. وساعتها ابتسم سيو وساعتها ابتسمت إيريس وقالت له بعد الآن حصلت على قصة شعر جديدة وابتسامة رائعة. الشيء الوحيد المتبقي هو أن نكون أصدقاء. فقال لها لكن لا أريد تكوين صداقات. وساعتها اتصدمت إيريس، يا ترى هو رافض ليه؟ وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.